وصفة جد رائعة. طريقتي في استخدام السدر بطريقة آمنة وما غاديش ينشف لنا الشعر كيف ما هو معروف ومتداول أن السدر كينشف الشعر. بالطريقة اللي غادي نستعمل معاكم ما غاديش ينشف لكم غادي يطول لكم الشعر ديالكم وغادي يقويه، وحتى اللي عندها حكة ولا عندها قشرة في الشعر ديالها غادي تخلص منها. ومن أول استعمال البنات، أول استعمال غيبان لكم القشرة مشات، غادي الزغبة غادي تقوى بالإضافة للتطويل وكذلك تنعيم. نبداو على بركة الله. وغادي نحتاجو في أول مكونات البنات غادي نحتاجو الحبة السوداء أو السانوج. هاد الحبة السوداء رائعة في تطويل الشعر البنات، في تكثيف وتقوية الشعر. غادي نضيفو الأزير أو إكليل الجبل. بالنسبه للاخوات في الدول العربيه اكليل الجبل. غادي ناخذوا كيف كتشوفوا معايا ملعقه ديال الازير. هاد الوصفه البنات اقسم بالله لا خطيره ومجربه وفعاله، ومن اول استعمال غادي يوقف لك التساقط ديال الشعر. الا كنتي كتعاني من نقص ديال الفيتامين، النقص ديال الحديد، او لا عندك شي مرض عضوي اخر. المهم الا كنتي غير تساقط عادي تيطيح لك الشعر ديالك راه غتخلصي منه. هنايا عندنا البصل الاحمر. يفضل البصل الاحمر، ولكن الا ما توفرش تقدري تعوضيه بالثومه او لا بالبصله الحمراء ماشي مشكل. وعندي هنا الحلبه. ماشي تشوفوا الحلبه وتخلعوا البنات، راه ما غتبقى لكم لا ريحه لا حتى شي حاجه. انا غنعطيكم طريقه غيتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تستافدوا. هنا ملعقه ديال الحلبه البنات راها مقويه للشعر. الحلبه راها يعني رائعه للذات ديالنا ككل، سواء كليناها سواء درناها كريمات سواء درناها للشعر ديالنا. يعني عندها بزاف ديال الفوائد. وهنايا باش نتخلصوا من هاد الروائح ديال البصله ولا الحلبه غادي نضيفوا ملعقه ديال القهوه العاديه المطحونه البنات، اللي بدون اضافه، يعني قهوه عاديه مطحونه ملعقه. وبطبيعه الحال غادي نضيفوا الماء باش هكا غادي نخليوه يغلي على نار مهيله. غادي نخليو ملي يبدا مرحله الغليان نحسبوا واحد 10 ديال الدقائق صافي ونخليوه يبرد. كيف كتشوفوا معايا انا غادي نخليه وغادي نوريكم نكمل معكم الطريقه كيفاش غنديروا السدر وكيفاش غادي نتخلصوا من النشوفيه ديال الشعر ديالنا. هنايا السدر مطحون. السدر راه معروف في كل البلدان العربيه. خذوه وطحنوه في البيت. انا جبته طحنته كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ على حسب الشعر ديالكم. كان الشعر ديالكم قصير ديروا 2 معالق او 3 راهم كافيين. شعركم طويل ديروا 5 6 على حسب الطول ديال الشعر ديالكم. انا هنا غادي ندير 5 ديال المعالق. وبطبيعه الحال غادي نضيف المحلول اللي درناه، اللي من بعد ما كنصفيوه بطبيعه الحال غادي نصفيو الخليط ديالنا وغادي نبقاو نخلطو بشويه بشويه. غنبقاو نخلطو بشويه بشويه حتى يتقاد لينا، يولي لينا الخليط على شكل بحال على شكل كريمه. ونخلطو نحاولوا نخلطو مزيان هاد المكونات هادو. بالنسبه لهاد الوصفه هذه تقدروا ديروها كل مره يعني في السيمانه. وبالنسبه للاخوات اللي تسبغوا شعرهم يمكن لكم ديروها، لان ما غاديش تلون لكم الشعر ديالكم ولا لان ما فيها لا حنه لا والو. تقدروا ديروها للشعر ديالكم. هنايا غنبقى نخلط وغادي نبقى نزيد بشويه بشويه حتى نحصل على خليط هكا كريمي كيف قلت لكم. والمده باش كنستعملوها على الشعر ديالنا كنديروها في شعرنا وكنخليوها ساعتين وعاد كنغسلوا الشعر ديالنا وقبل كنخليوها تخمر. هانتوما دابا انا غادي نخلط وغادي نضيفوا اضافات اخرى باش هكا ماسك السدر ما ينشفش لينا الشعر ديالنا بطبيعه الحال. المهم انا غادي نزيد، مازال محتاج انني نزيد الماء، عفوا الخليط ديال البصل والحلبه. وغادي نخلط مزيان هاد الشيء. وغادي نضيفوا البنات غنضيفوا الزيوت.
قد ما ضفتي الزيوت لهاد الوصفه هذه قد ما غتعطيها الفوائد ديال الزيت، بالاضافه لانه غادي ترطب لينا الشعر ديالنا. الزيوت اي زيت البنات تقدروا تضيفوه، ممكن تضيفي زيت الزيتون، ممكن تضيفي زيت جوز الهند. انا هنا غادي نضيف زيت الزيتون وغادي نضيف زيت جوز الهند، وممكن تضيفوا زيت اللوز او لا شي زيت عندكم، زيت الحبه السوداء، اي زيت الشعر ممكن تستعمليه. ضيفوا تقريبا 5 ديال المعالق من كل زيت، شحال ما كان عندكم الزيت ضيفوه، ما تخافوا ما والو، لان غادي يعطيكم واحد القوه للشعر وواحد اللمعان وواحد الرطوبيه، وهكا غتستافدوا من السدر ومن الخصائص ديالو والفيتامينات ديالو، وفي نفس الوقت ما غاديش ينشف لكم الشعر ديالكم، غادي ينعم لكم الشعر بطبيعه الحال. حتى لو كان شعرك دهني ضيفي الزيوت، راه غادي يعطي نتيجه اللي رائعه. وغادي نحاول نخلط هاد المكونات هادو، نخلطهم جيدا، وكيف قلت لكم غادي نخليوه ساعتين، ومن بعد ساعتين كنوضعوه على الشعر ديالنا. وحاجه اخرى البنات، بالنسبه اللي بغات تضيف صفار البيض ممكن تضيف صفار البيض، واللي بغات تضيف الزبادي او لا دانون مسوس تقدر تضيفو حتى هو كيعطي نتيجه رائعه. المهم انا اكتفيت بهاد المكونات هادو غير بزيت الزيتون وزيت جوز الهند. نتوما يمكن لكم تضيفوا اي زيت، وخصوصا اللي الشعر ديالها ناشف وجاف تقدري تضيفي الزيوت بكثره، يعني ضيفي الزيت علاش ما قديتي ضيفي، راه غادي يعطي نتائج اللي زوينه. كيف قلنا مره في الاسبوع او لا مره في 15 يوم على الاقل ديري هذا الماسك هذا، وتفكريني غيولي الشعر ديالك قوي قوي بزاف، وغيولي ثقيل وقوي الشعر ديالك. وإلا وصلتوا معايا لهنا وعجبكم لا فيديو، ما تنساوش البنات ديروا لايك وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائده. وما تنساونيش من ديك البصمه ديالكم باللايك ديالكم وبالتعليق، ما فيها باس، باش هكا الفيديو يظهر لبزاف ديال الناس ويستافدوا منه، وحتى نتوما غتديو الاجر معايا. هاد الوصفه كيف قلت لكم راها وصفه خطيره وفعاله وكتعطي نتائج من اول استعمال. انا قد المسؤوليه على قد الكلام اللي تنقول لكم، من اول استعمال غادي يوقف لك التساقط، وغادي يبدا شعرك غادي يوميا غادي تكتشفي ان الشعر ديالك ولا مزيان، وان الشعر ديالك غيبقى ناعم وحريري وطويل كيف بغيتيه يكون، والاهم قوي، والاهم انه ما يكونش يتساقط بكثره. هذا هو، نتمنى لا فيديو ينال اعجابكم. وإلا عجبكم مره اخرى ما تنساونيش من اللايك بذاتي، اللايك كاين نستافد منه ويستافدوا منه ناس اخرين. وشكرا لكم كبداتي، والى فيديو قادم بحول الله. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.